الثانية الآن تأتي لصالح مصافي الشمال هذه المرة. نقطة تسجل، يقف على فريق مصافي الشمال المدرب السيد مصطفى غني، وكاكا جوان مدرب فريق نادي إربيل. هنا الإرسال في هذه اللحظات عند سرحان، طارق سرحان ينفذ الإرسال، استقبال ممتاز والمحاولة في التدخل مرة أخرى والكرة في الخارج. كرة كانت في الخارج، نقطتين لأربيل مقابل نقطة لمصافي الشمال. إرسال للاعب أربيل، ينفذ صلاح الدين شاكر الإرسال، التدخل نقطة لمصافي الشمال والتعادل 2-2 الآن. تعادل ما بين الفريقين في هذه اللحظات. بداية المصافي القوية تقابلها ردة فعل ممتازة. من جانب لاعبي فريق مصافي الشمال محاولات التحضير والهجوم على الشبكة ممتاز، لكن الرد يأتي في وقته. لاعبي مصافي الشمال محاولة الهجوم من مصطفى محمد المحترف المصري في نادي مصافي الشمال، بينما إرسال يتحول إربيل لهولير في هذه اللحظات. 4-2 أو 3-2 النتيجة الآن. كرة في الخارج، ثلاثة النتيجة حتى اللحظة. إرسال عند مصطفى محمد أو محمد مصطفى، يأتي الآن بهذا الإرسال، استقبال ممتاز والهجوم إلى خارج أرضية الملعب. أتى رد الهجوم والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. نقطة لأربيل جديدة، نقطة وارتقاء ممتاز كان من محمد سعدون في اللقطة الأخيرة. يعود الإرسال لهولير في هذه اللحظات. أصيل جميل، لاعبين ممتازين في فريق إربيل في فترة طويلة كانوا في هذا الفريق. هنا الاستلام وممتاز، الرد ممتاز والتايو وتسديد مباشر وقوي يأتي من صلاح الدين شاكر اللاعب المميز. تسديدة قوية من صلاح الدين، يضع الكرة في ساحة لعب فريق نادي مصافي الشمال وإربيل نحو بداية من أجل أول شوط لهذا الفريق في هذا التجمع. وفي المباراة الأولى خسر ب3-0 والمباراة الثانية أيضا. إرسال في هذه اللحظات، أصيل جميل على تنفيذ الإرسال، ينفذ بشكل ناجح عملية الاستقبال والتحضير في انتظار هجوم، والهجوم يأتي بكرة إلى خارج أرضية الملعب. الهجوم الأخير من أسامة منيف ذهب بالكرة إلى خارج أرضية الملعب. لاعب الخبرة في الفريق، بينما هنا أصيل جميل هنا الإرسال وفي الشبكة، في الشبكة 6-4 النتيجة الآن، فارق هدفين يعود ما بين الفريقين. وإرسال في هذه اللحظات يصبح عند نادي مصافي الشمال، سينفذه عباس رياض في هذا الدور للإرسال. مصافي الشمال مرشح بقوة في هذه المباراة، وأيضا من أجل صدارة هذا التجمع يريدون حسم الأمور. هنا يأتي الإرسال، تحضير ممتاز والهجوم والرد ممتاز، ممتاز المتابعة كانت، بينما على الشبكة ارتقاء رائع وجميل ونقطة لمصافي الشمال. هذه المرة يظهر حسين منير أو حسين نمير هو الذي كان في الارتقاء الجميل جدا، ردة الفعل لم ينجح.
لاعبي نادي أربيل بدأ يقترب من العودة مصافي الشمال. هنا التحضير والهجوم. رد ممتاز، رد ممتاز على الشبكة، لكن النقطة لأربيل، النقطة لأربيل في هذه اللحظات. يعود الإرسال عند محمد سعدون في هذه اللحظات. صلاح الدين شاكر أفضل لاعبي أربيل، والإرسال ينفذ الآن. استقبال ممتاز، بينما تحضير على الشبكة والتسديد ممتاز، التسديد من جانب محمد مصطفى. عادوا مرة أخرى يتابعون، والتحضير تحضير في هذه اللقطة. نقطة جديدة لإربيل. أو نقطة لغاز أو مصافي الشمال. سيف حسين على تنفيذ الإرسال. ارتقاء جميل وراء على الشبكة، يأتي بنقطة على إربيل عن طريق أحمد يونس. ارتقاء على الشبكة وتسديد من دون متابعة من لاعبي فريق نادي مصافي الشمال. 8-6 داخلين المباراة في قوى فريق إربيل. الآن أحمد يونس يلعب الإرسال بشكل ممتاز. ارتقاء وأسامة منيف يسدد بقوة وكرة تصطدم بأحد لاعبي فريق إربيل. ونقطة سابعة لمصافي الشمال، الفريق الذي بدأ يدخل أجواء المباراة شيئا فشيئا. مدرب شاب يقود الفريق مصطفى غني. هنا محاولات مرة أخرى التحضير في انتظار الهجوم على الشبكة. رد الليبرو ممتاز، تحضير وصلاح الدين. كرة ردت الآن مصطفى، ممتاز ممتاز. المصري محمد مصطفى ينجح بأخذ هذه النقطة وقت التعادل لفريق مصافي الشمال. فريق ليس بالسهل. أسامة منيف ينفذ الإرسال الساحق، ولكن إلى الخارج. نقطة تاسعة لإربيل الآن. إرسال سينفذ، استقبال ممتاز، بينما هنا التحضير والتسديد. اصطدت الكرة بأحد لاعبي فريق إربيل وإلى خارج أرضية الملعب ذهبت. بعد ذلك نقطة التعادل لمصافي الشمال. تعود والإرسال الآن لدى لاعبي نادي مصافي الشمال. سرحان طارق، وارتقاء، تصدي عكس الاتجاه. نقطة إلى الخارج ونقطة لإربيل، هي العاشرة الآن. مؤازرة حاضرة وموجودة. هنا صلاح الدين شاكر على تنفيذ الإرسال، لاعب يملك تسديدات قوية في الإرسال. ينفذ صلاح الدين شاكر وكرة في الخارج في الأوت. حاول الحصول على إرسال ساحق لكن لم ينجح في ذلك الإرسال صلاح الدين شاكر. التغييرات الحاضرة
مدرب مصافي الشمال. محاولات. تسديدة، هنالك ملامسة يقول حكم المباراة. مباراة يقودها طاقم تحكيم دولي، حمزة حاكم وجمال محمد حكم ثاني، سيوان عمر مسجل، والمشرف الدكتور حاتم فليح. بينما ارسال الان لابراهيم مصطفى، والتسديد القوي، الكرة في الخارج. 12 مقابل 10. ينفذ ارسال الان، استقبال ممتاز، التحضير الجيد، ونقطة نقطة نقطة لمصافي الشمال. الارسال عند محمد مصطفى، استقبال ولكن كرة الى الاوت. نقطة التعادل لمصافي الشمال. سلامات لاعب الليبرو في فريق اربيل. ارسال يبقى عند لاعبي فريق مصافي الشمال. محمد مصطفى يلعب بشكل ممتاز، الارسال وتسديده من محمد سعدون. نقطة جديدة تضاف لفريق اربيل. يبقى اصيل جميل على تنفيذ الارسال. هنا الكرة في الشبكة، 13 لكل فريق. تعادل يستمر ويتواصل الآن. الإرسال يبقى عند لاعبي مصافي الشمال. عباس رياض بشكل ممتاز، استقبال رائع، والهجوم الرد على الشبكة ممتاز. الآن فرصة لهجوم وكرة قوية ونقطة. نقطة الآن عمر أحمد، ونقطة جديدة. نقطة جديدة تضاف لفريق مصافي الشمال، يتقدم على اربيل في المباراة. الآن أخذ الثقة والتقدم. هذا هجوم ممتاز، وهنا التدخل ولمستين ونقطة جديدة. يقول حكم المباراة
لفريق مصافي الشمال. 15 مقابل 13. تايم اوت في هذه اللحظات. عباس رياض على تنفيذ الارسال. هنا استقبال بشكل ممتاز من الليبرو، هجوم وعدم تفاهم على الشبكه. نقطة جديدة تحسب لمصافي الشمال. بدأت الآن فقدان النقاط في الفريق الأصفر في هولير في هذه اللحظات. إربيل وانتصار من أجل مزاحمة غزل الجنوب على المركز الثالث. الآن محاولة والكرة إلى الخارج نقطة جديدة لإربيل. 14 مقابل 16. إرسال عند لاعبي إربيل في هذه اللحظات. حمد سعدون على تنفيذ الإرسال. إرسال بشكل جيد، استقبال الليبرو والكرة ممتازة بهجوم رائع، حقيقة هجوم خارق ورائع لدى فريق مصافي الشمال. إذن الإرسال عند سيف حسين. يبقى الإرسال أو في الشبكة. 17 مقابل 16. إرسال واستقبال بشكل ممتاز وارتقاء من أجل الهجوم، الرد على الشبكة، عبور على الخط ونقطة. نقطة الآن لفريق مصافي الشمال. 18 مقابل 15. يسير مصافي الشمال بخطى ثابتة نحو الشوط الأول. نشاهد حسم سريع. أسامة منيف، الاستقبال والهجوم ورد الهجوم ممتاز. 19 مقابل 15. نتيجة ممتازة حتى اللحظة. في انتظار الإرسال عند أسامة منيف. هذا إرسال جديد. ممتاز الإرسال، استلام ونقطة لغاز لمصافي الشمال. 15 مقابل 20.
تايم اوت في هذه اللحظات يؤخذ لفريق اربيل. كاكاجوان ياخذ الوقت المستقطع. مباريات تستضيفها قاعة نادي الكوفة بإشراف رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكوفة السيد ناجح حمود، عضو الهيئة الإدارية ومشرف القاعة، وهذا التجمع السيد علي داخل هنا في نادي الكوفة من أجل استضافة وإنجاح هذه الفعاليات الرياضية. طبعا فريق اليد يخوض المباريات أيضا على هذه القاعة لنادي الكوفة، موجود في دوري النخبة العراقي لكرة اليد. أسامة منيف على تنفيذ الإرسال. ينفذ إرسال ممتاز. التحضير والهجوم ونقطة تسجل الآن، نقطة تسجل في هذه اللحظات. الإرسال وأسامة منيف أجل عيون النقطة 22، لكن لا بالعكس صار 16 عند اربيل. يخطأ في الإرسال. إرسال عند لاعبي اربيل شاهين شوان على تنفيذ هذا الإرسال. إرسال ممتاز والرد رائع جدا، بينما متابعة على الشبكة أيضا رد ممتاز من دفاعات اربيل، ومحمد مصطفى يسدد بقوة. هنا نقطة جديدة، هجوم قوي ممتاز. 22 مقابل 16. تغييرات في فريق مصافي الشمال مستمرة. يدفع بالمصري الآخر محمد عادل سلامة. عدولة يشترك الآن. نوزاد أيضا يدفع به في هذه اللحظات، بينما من أجل النقطة الجديدة ونقطة جديدة. عدولة في أول محاولة نقطة. 23 مقابل 16. إرسال يبقى، والمحاولة عند لاعبي فريق مصافي الشمال بنقطة جديدة. نقطة أخيرة ومن أجل عيون الشوط. سرحان طارق سرحان على تنفيذ الإرسال. إرسال في الشبكة، المتابعة حاضرة، وهجوم من صلاح الدين شاكر ونقطة. نقطة لأربيل. ممتاز ارتقاء هذا اللاعب. هنا صلاح الدين شاكر. إرسال وفي الخارج. إذا انتهى الشوط. أيها الأحبة أيها الكرام، مصافي الشمال يتفوق ب 25 نقطة مقابل 17 على أربيل في انتظار تغيير الأماكن والأدوار حتى بداية الشوط الثاني.
إذن أيها الأحبة العودة إلى أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. شوط أول انتهى لصالح فريق مصافي الشمال. الآن تغيير الأماكن ومحاولة أولى ونقطة لأربيل. نقطة لأربيل في هذه اللحظات. هولير يسجل النقطة الآن. إرسال في هذه اللحظات عند مصطفى كاكاجوان، والهجوم ممتاز على الشبكة. ممتاز هذا الهجوم. نقطة يسجلها سرحان طارق بشكل ممتاز. في إرسال من أسامة منيف. استقبال ممتاز من الليبرو والهجوم ممتاز ونقطة. نقطة رائعة لهولير في هذه اللحظات. إبراهيم مصطفى يظهر. التحضير والهجوم فيما رد، ومحمد سعدون ينجح في تسجيل نقطة ثالثة لإربيل. كما كان الفريق في الشوط الأول بدايته قوية، لكن عندما يظهر فريق المصافي هل يصمد فريق إربيل ويتحمل الضغط الرد؟ هنا إرسال جانب صلاح الدين شاكر. التحضير والهجوم من محمد مصطفى ورد ممتاز. رد ممتاز. مباراة رائعة وجميلة من فريق إربيل رغم خسارة الشوط، لكن في الشوط الثاني يظهر الفريق بردات فعل رائعة جدا. رياكشن عالي من فريق إربيل. يبقى الإرسال عند صلاح الدين شاكر، كان مميز في ارتقاء إبراهيم مصطفى. هنا الإرسال من الشبكة. تحضير الهجوم الرائع فيه نقطة لمصافي الشمال. فريق يظهر بشكل ممتاز. سرحان طارق على تنفيذ إرسال عند فريق مصافي الشمال. هذا سرحان يلعب إرسال مميز. تحضير والهجوم. نقطة لإربيل الآن. نقطة خامسة لإربيل الآن. ممتاز الارتقاء والتسديد. إبراهيم مصطفى على تنفيذ إرسال. استلام والتحضير وتسديدة رائعة وجميلة. تسديدة رائعة وجميلة من جانب حسين نمير. ينجح حسين نمير في الحصول على هذه النقطة لمصافي الشمال. 5-3. والآن سينفذ الإرسال. في الشبكة إرسال خاطئ ونقطة سادسة لهولير. الفريق الأصفر يريد شوط في هذا التجمع ولو على الأقل، لكن إلى الآن يحرج المتصدر في بداية كل شوط. أحمد يونس في تنفيذ الإرسال.
ممتاز الرد، تحضير والهجوم الرائع والجميل. محمد مصطفى لاعب المصري لاعب ممتاز جدا، طول قامة ممتازة. هنا التحضير بالمباشر بلوك ممتاز، وكرة تدفع نحو ساحة الفريق المنافس، ونقطة لمصافي الشمال. 6-5 النتيجة الآن. دبل لمس يقول الحكم المباراة مرتين. ارسال عند محمد مصطفى، يلعب واستقبال رائع، وصلاح الدين شاكر صاحب التسديدات القوية يسجل النقطة السابعة. اللاعب دائما ما يأتي من الخطوط الخلفية ويرتقي ويسدد بشكل جميل. كرة في الخارج، والنقطة السادسة لمصافي الشمال. مطالبات بأن الإرسال قد مسوا أحد لاعبي فريق نادي مصافي الشمال. حديث مع الحكم الدولي السيد حمزة حاكم. تحضير بشكل ممتاز وانتظار الهجوم. هنا ممتاز هذا البلوك. الإرسال ينفذ الآن من جانب محمد محمود. استقبال وهجوم ممتاز ونقطة لهولير. أحمد يونس يرتقي بشكل ممتاز على الشبكة، وردة فعل سريعة بهدف التقدم أو بنقطة التقدم. ممتاز فريق إربيل. المتصدر يقدم مباريات كبيرة. هنا أحمد يونس، وكرة في الشبكة من أحمد يونس، يسجل نقطة وضيع نقطة. يسدل بالليبرو. أحمد أصيل يشترك الليبرو. وهنا الإرسال عند لاعبي مصافي الشمال. أصيل يرتقي بشكل جميل ويسجل النقطة. أصيل جميل. هنا الإرسال، تحضير في انتظار هجوم، والهجوم الرد أتى للهجوم لكن النقطة تسجل.
حاول فيها مصطفى كاكاجوان، وكاكاجوان عمر يتابع الأضرار لفريق أربيل. مدرب كبير اعتبر هوية كرة الطائرة في أربيل كاكاجوان. هنا يحاول يسدد ونقطة، نقطة لإربيل من أصيل جميل. يعود صلاح الدين شاكر على تنفيذ الإرسال. هل يستغلون قوة التسديد في الإرسال من هذا اللاعب من أجل الوصول إلى النقطة 12؟ هنا رائعة الأجواء في قاعة نادي الكوفة، وفي انتظار نقطة ونقطة. محمد سعدون يسجل النقطة. أحد عشر مقابل 9. محاولات ومتابعة ممتازة، متابعة ممتازة. صلاح الدين شاكر، إرسال قوي والكرة في الأوت يا صلاح. كرة في الأوت، إرسال في الخارج من سرحان طارق. 13 لأربيل مقابل 10 لمصافي الشمال. هنا الإرسال الذي سيكون هذه المرة عند إبراهيم مصطفى. استلام والهجوم، ومحمد مصطفى يأخذ نقطة. نقطة يأخذ المصري. محاولة ممتازة، التحضير وصلاح الدين كرة في الخارج. بدأ يعود فريق مصافي الشمال. ممتاز الرد من صلاح الدين، تحضير رائع ومحمد سعدون، والنقطة لمصافي الشمال. كان هنالك عبور على الخط. تعادل في هذه اللحظات. والتألق الرائع. نقطة لأربيل، نقطة لأربيل في هذه اللحظات. هنا محاولة مرة أخرى وكرة في الخارج. 14 لكل فريق.
تأتيكم مباشرة هذه المباريات لدوري الكرة الطائرة على قنوات شبكة الإعلام العراقي. استنفار الجهود في تأمين مباريات دوري كرة القدم وكرة الطائرة والبطولة العربية لكرة اليد كلها في توقيتات متقاربة تقريبا. مصطفى على التنفيذ، المصري يلعب بشكل ممتاز، التحضير والرد ونقطة لإربيل. نقطة لإربيل. مرة أخرى يعود الإرسال عند محمد سعدون. عملية التحضير الممتازة والهجوم، لك الرد ممتاز فيما صلاح الدين شاكر. لم تكن كرة قوية هذه المرة. أسامة منيف وعبور على الخط والحكم يشير إلى نقطة لمصافي الشمال. يعود الارسال عند لاعبي مصافي الشمال. تعادل 15 كل فريق. في انتظار الهجوم، رد والتحضير. عادوا لاعبي مصافي الشمال والرد ممتاز من محمد سعدو. كرة على الشبكة، أسامة منيف وعبور. عبور في هذه اللحظات لمع مصطفى كاكاجوان. يبقى الإرسال. هنا عملية الهجوم، التحضير ورد ممتاز على الشبكة نقطة 17 لمصافي الشمال. مباراة كبيرة يقدم هذا الفريق. يتأخر ثم يعود، وهنا في انتظار تغيير. يعودون مصافي الشمال بالتقدم في المباراة. محاولة والتسديد المباشر من صلاح الدين شاكر ونقطة لإربيل. تسديد ممتاز. يبقى الإرسال للاعبي إربيل. ممتاز التحضير في انتظار الهجوم، وهجوم ناجح ممتاز. نقطة جديدة و18 مقابل 16. يعود الارسال ونقطة تسجل مرة أخرى لإربيل. يقترب من معادلة النتيجة فريق إربيل.
مصطفى كاكا جوان على تنفيذ الارسال. استقبال ممتاز في انتظار تحضير اسامه منيف، هجوم رائع جدا من حسين نمير. لم يتمكن من رد الهجوم محمد سعدون. نقطة جديدة لمصافي شمال، النقطة العشرين، وبدأ الفريق يقترب من الشوط الثاني وحسم هذا الشوط. تايم اوت في هذه اللحظات يؤخذ لفريق اربيل. العودة بعد التايم اوت، ارسال اسامة منيف، تحضير ورد ممتاز، بلوك عالي من فريق نادي مصافي الشمال. الرد ممتاز، والنقطة 21 تأتي الآن في تحدي كبير نحو صدارة التجمع. مصافي الشمال يواصل الحضور. تحضير والهجوم، متابعة حاضرة ونقطة. نقطة الآن لأربيل. يبقى الإرسال عند صلاح الدين شاكر. محمد مصطفى ممتاز، والنقطة 22. مباراة كبيرة حقيقة. فريق مصافي الشمال ليس بالفريق الهين أبدا، صعوبة ذلك على أربيل. إرسال في هذه اللحظات، سرحان طارق على تنفيذ الإرسال، والهجوم الممتاز، رد على الشبكة، متابعة محمد مصطفى الذي سيضع هذه النقطة، يضعها بكل ثقة. فريق مصافي الشمال، هذا الفريق الذي يتفوق على غازي الجنوب، يتفوق على الشرطة، واليوم يواصل الهيمنة على حساب أربيل. الإدارات الشابة التي يمتلكها هذا الفريق متمثلة بالسيد أنور زيدان، وهو أحد اللاعبين السابقين يعني من أبناء اللعبة. تايم أوت يعطى الآن في كرة الطائرة، مثل منتخب العراق، وكانت بداية اللعبة الطائرة الشاطئية في هذا الفريق، بطلا لأندية العراق مصافي الشمال. في انتظار انتهاء التايم اوت. شكرا للزميل العزيز السيد عباس علي هندي الذي افادنا بكل المعلومات الخاصه بلعبه كره الطائره، مدير المكتب الاعلامي لهذه اللعبه، الشخص الذي
دائما ما يكون متعاون في إيصال المعلومة للألعاب التي بدأت تنهض حديثا، يعني كرة الطائرة في شكل مغاير، في إدارة جديدة واتحاد جديد مميز حقيقة. اتحاد كرة الطائرة يواكبون هذا الحدث هنا من مدينة النجف الأشرف في الكوفة، وفي قاعة نادي الكوفة يحاولون التحضير من أجل الهجوم. أسامة منيف النقطة 24، يحتاجون إلى محاولة هجوم واحدة من أجل حسم الشوط الثاني. الإرسال عند سرحان، طارق سرحان. هنا عملية التحضير بانتظار الهجوم والرد على الشبكة. ممتاز هنا، انتهت النقطة 25 والشوط الثاني لمصافي الشمال. إذن في انتظار تغيير الأماكن والأدوار والعودة إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام.
إذا أحداث الشوط الثالث مشاهدينا الكرام هنا من قاعة نادي الكوفة، مصافي الشمال والأربيل هنا من أجل النقطة الأولى، ونقطة أولى لمصافي الشمال. نقطة أولى أسامة منيف على تنفيذ الإرسال الآن. يعودون وارسال لأربيل، نقطة لأربيل أيضا. هنا التحضير والممتاز انقطاع التيار الكهربائي الآن في قاعة نادي الكوفة، وفي انتظار عودة التيار الكهربائي إلى القاعة واستكمال أحداث المباراة. بغدت أي أرشخيتها دلاتها دهوك مباريات دهوك القادمة عدا المباريات المؤجلة. طبعا سيلاقي الطلبة في دهوك، بعد ذلك يعود إلى بغداد ليلاقي القوى الجوية، ثم يضيف في النجف، ثم يلاعب القرمة في الرمادي، بعد ذلك طبعا يلاقي نوروز في دهوك، ختام الدوري مع الكرك في بغداد. لكن اعتقد يعني من اجل فسح المجال لمدربنا الجديد الاسترالي جراهام ارنولد، اعتقد فقط مباريات الجولة 33 وسيتم التوقف، وبالتوقف اعتقد مباريات دهوك المؤجلة ستقام الخمس على ما اعتقد. مارلون دوس سانتوس، بينما هنا دينيس انداسي الكاميروني المدافع للطلبة. هذا مارلون، وهنا فهد طالب. أمامية الكرة، مسوفة قطع للكرة من سيبان، تماس للطلبة. 8 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول، يبقى التعادل السلبي بين الطلبة ودهوك في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 18 من دوري نجوم العراق. مسوفة تحضير مع شريف عبد الكاظم، والكرة إلى ركني. أكثر الطلبة، أكثر وصول، أكثر خطورة، أكثر ركنيات من نادي دهوك. بيتر جورجيس بالصورة، لؤي العاني، لؤي قريب، هذا موتو
طلبة تلعب رأسية وتصل محمد صالح حارس المرمى. رأسية من الكاميروني دينيس انداسي. ديار ابو بكر حاول بالكرة، الخطأ الآن، حرة مباشرة. سلامة لبيار ابو بكر، اللاعب اللي سبق ان مثل النفط في فترة من الفترات. حاول الآن العاني، بعيد الكرة إلى ركلة مرمى لدهوك. ما شاهدنا دهوك في هذا الشوط لم يهدد طبعا مرمى الطلب غاية اللعب. زانع في الوسط، بيتر جورجيس حاول تقطع من سعد، تمريرة طلبة لؤي العاني. سعد ناطق عيد الكرة إلى فهد. فهد طالب أمامية للطلبة، بعد من سيبند بالوسط. هارون قريب مع زانع، زاكري انطلاقه لدهوك من الطرف الايسر، محاوله تمريره الى مارلون، قريبه 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 وخطيره، والابعاد. اماميه الكره، سيبن مع زانع، زانع عادل، تمرير مع كريم درويش الى مارلون، حرة مباشرة والخطأ هذه المرة على دينيس انداسي، كاميروني مدافع الطلبة. حرة مباشرة، صراع كبير على الدرع بين الزوراء والشرطة بنسبة أقل، يعني زاخو والطلبة والقوى الجوية لا بعيدين على صراع على الدرع مع الزوراء والشرطة. فقط الفرصة لدهوك لما حقق انتصارات في أغلب مباريات المتبقية مؤجل. فات بيتر جورجيس، دهوك في مكان جيد، بيتر جورجيس تلعب وبعيدة إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى من هدف لبيتر جورجيس مع دهوك، سجل على ديالا والحدود والزوراء ونفط ميسان هدفين والقاسم وكربلاء وزاخ. هذا بيتر جورجيس، مباريات ممتازة مع الأسود الرافدين مع منتخبنا، دائما ما يقدم المستوى، ولكن توفيق للأسود الرافدين ولبيتر ولجميع لاعبينا. توفيق لمنتخبنا الوطني العراقي في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن تصفيات كأس العالم 2026. جميع مع الأسود الآن. تمرير الآن لدوك، زاكري قريب، قطع من حسين عمار إلى التماس. شوط أول جيد، لكن الأهداف غابت في هذا الشوط. هذا زاكري بعد الكرة، أوغستين أموتو حاول يلعب الكرة، سيبن بالوسط، زيد عالية الكرة، شوان عيد الكرة نجم محمد صالح
السلامة إلى التنزاني سايمون مسوبة مع هدف الطلبة لغاية الآن، لكن يبقى في صدارة هداف دورينا مهند علي ميمي لاعب الشرطة ب 23 هدف. بعد ذلك لاعب زاخو غوستافو هنريك 16، 15 مروان حسين، 14 سيف رشيد، 13 امجد عطوان، و12 سايمون مسعود. هارون احمد، هذا التنزاني، هذا مسوفة. كرة إلى اليسار، بيار إلى بيتر، تمرير الآن بيتر، كرة مباشرة والخطأ هذه المرة على زيد إسماعيل. سلامة لبيتر جورجيس. لاحظ اللقطة الماضية، السلامة لبيتر جورجيس. بطاقة صفراء على زيد. ميرال، مسعود ميرال، نظرة على المباراة. تمرير الآن، محاولة خطيرة لكن بعد من زيد، ثم فهد العاني. حاول الآن مسوفة، طالت الكرة إلى التماس، ولاحظ سعد كان بالخبرة، تفاهم جيد مع فهد، منع فرصة لدهوك. نلعب في الوقت بدل الضائع، تعادل سلبي لغاية الآن بين الطلبة ودهوك. مباراة مؤجلة لحساب الجولة 18 من دوري نجوم العراق. عالية الكرة سهلة لمحمد صالح، حصل الكرة 3 دقائق كوقت بدل ضائع. هذا أوغستين أموتو. غابت الأهداف في هذا الشوط. زيد يلعب الكرة، تايم اوت في هذه اللحظات لفريق اربيل. العودة بعد التايم اوت ونقطة جديدة لمصافي الشمال، 13 مقابل 10 الآن. أسامة منيف على تنفيذ الإرسال. ممتاز، هنا المتابعة وكرة في الخارج.
من الهجوم ممتاز، تحضير رائع ومتابعة ممتازة، يظل دفاع ممتاز ونقطة أخرى لإربيل. 13 مقابل 12. هجوم قوي فريق إربيل، روح الصمود حاضرة. مرة أخرى ونقطة جديدة لمصافي الشمال، خطأ في التعامل مع الكرة. إرسال يعود لمصافي الشمال، تحضير الممتاز والرد من لاعبي إربيل في هذه اللحظات أجل النقطة 15. حسين نمير تأخر في عملية الارتقاء في بلوك على شبكة في الأوت. ملاحظة من أجل أن يكون هنالك تركيز أكبر من مدرب إربيل. إذن كرة في الخارج والنقطة 16. كاكا جوان يعطي التعليمات من جهة ومصطفى غني من جهة أخرى. النقطة 16. هنا ممتاز الارتقاء ونقطة جديدة. صلاح الدين شاكر على تنفيذ الارسال لفريق اربيل الذي بدأ يفكر في العودة للشوط، لكن نشاهد رد من محمد مصطفى. ممتاز المصري، ممتاز، انتداب على مستوى عالي ولاعب مميز جدا. يعود الارسال مره اخرى الى لاعبي مصافي الشمال. محاولات مره اخرى والكره في الخارج. النقطه 18 لمصافي الشمال. اليوم الختامي شهدنا فيه انتصار الشرطة على غازي الجنوبي 3 مقابل 2. تايم اوت في هذه اللحظات لمدرب اربيل.
العودة بعد التايم اوت وارسال عند لاعبي مصافي الشمال. هنا لأربيل متابعة ودفع الكرة باتجاه ساحة فريق مصافي الشمال. هنا المتابعة مرة أخرى، انتظار هجوم على الشبكة. لا زالت محاولات ونقطة لمصافي الشمال. نقطة تبقى لمصافي الشمال 19. ارسال عند بروى ونقطة ممتازة من محمد محمود. هذا مصطفى حميد على تنفيذ الارسال، يحاول تغييرات في هذه اللحظات. يغادر المحترف المصري محمد مصطفى. نوزاد شيرزاد يشترك الآن. يحاولون مرة أخرى وكرة في الخارج. النقطة 14 لفريق أربيل، ويبقى 20 نقطة عند مصافي الشمال. تعود المحاولات الآن بشكل ممتاز. استلام، انتظار الهجوم، هجوم وكرة في الاوت. 20-15. عمر علي كان حاضر. تايم اوت في هذه اللحظات. مدرب غاز الشمال مصافي الشمال. عودة بعد التايم اوت مباشرة. النقطة لفريق أربيل. أو نقطة لمصافي الشمال. نوزاد على تنفيذ الإرسال. هنا تنفيذ الإرسال والهجوم ونقطة جديدة ممتازة جدا. النقطة حلو محسن. يسجل هذه النقطة. مرة أخرى بشكل ممتاز. نقطة خاطئة. نقطة 22 لفريق مصافي الشمال. بدأ يقترب من حسم هذه المواجهة.
هنا المحاولة والإرسال، التحضير والهجوم على الشبكة والكرة بنقطة جديدة. 16 مقابل 22. إرسال عند لاعبي أربيل. حلو محسن بشكل ممتاز، والهجوم على الشبكة ونقطة لمصافي الشمال. تعود المحاولات. تعود الكرة من أجل إرسال ساحق، محاولة على الشبكة، يتداركون الموقف في آخر اللحظات ونقطة لأربيل. كرة في الخارج كانت. هذه المتابعة الأخيرة من أحمد حيدر. من التحضير والنقطة 24. إذن أيها الأحبة أيها الكرام، على بعد نقطة من الختام، ختام اليوم الثالث والأخير من التجمع الأول للمربع الذهبي لبطولة دوري كرة الطائرة. كان مكتب قنوات شبكة الإعلام العراقي في محافظة النجف الأشرف على طوال 3 أيام ونقل متواصل. إذا انتهت مصافي الشمال، ينهي هذا التجمع بفوز أخير ب3-0، بالتالي يتصدر بواقع 8 نقاط. إذا مبروك لمصافي الشمال. هارد لك لأربيل. كان معكم في الوصف والتعليق لهذه المباراة أمير علي، وكادر النقل في هذا اليوم من شبكة الإعلام العراقي لمكتب قنوات شبكة الإعلام العراقي في محافظة النجف الأشرف. في التصوير ماهر إبراهيم، زيد عبد المهدي، حيدر إبراهيم، رسول السفير، وعدي حميد. وفي الهندسة كان عامر شعبان وياسر كاظم، بينما كان مخرج هذه الأحداث الحاج لواء المرجاني، والإشراف العام السيد عباس كاظم. إلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في مواعيد جديدة.